حسبي الله على ام محمد اللي ورطتنا في اخر لحظه، سحبت علينا. الحين وش نسوي؟ هم كاتبين ممنوع اصطحاب الاطفال، يعني ممنوع اصطحاب الاطفال، ما نبي نحرج نفسنا معاهم. أجل ما في غير أن واحدة مننا تقعد مع البزارين في البيت، لأن الشغلات ما نثق فيهم. ومين هي؟ قرعة. مين هي قرعة؟ أقصد نسوي قرعة بيننا، واللي يطلع اسمها على الورقة هي اللي تمسك البزران. موافقين؟ اوكي موافقين. موافقين؟ أم عامر. بس لا، أنا ما أرضى. أهم شيء عندي أمي تستانس، عشان كذا أنا راح أمسك البزران. لا تخافون عليهم، هم أصلاً مثل أخواني الصغار. كفو كفو بنتي، جعلني ما نحرم منك. ولا منك يمه. يلا يا حريم، مشينا. بعد ما افتتحوا العروضة راحت على صريص الزحمات. سلامات ولد، شكل ذا مو ببيتنا، الا والله ذا حوشنا وذا بابنا. يا ولد، اوف اوف اوف، قلبين بيتنا حضانة. شافت عينك، خلوا البزارين معي وهم راحوا يستانسون بالعرس. اشرب يلا. عامر، تكفى امسكهم عني بس شوي. لا تقولين تكفى، ترى يشوش راسي. كفو، هذا اخوي يعني موافق. كم تدفعين؟ افا، هذا وانا اختك تقول لي كذا؟ معليش، انا نظامي راس مالي. عشان صدمتني بهالمصطلح خلاص 50 تخارجك. 200 ريال، وعلشان اختي بسوي لك ديسكاونت 150 ريال. قولي تم. تم. يا كنترول سجل لنا ابواب دخول حسب الدلال المفروض ترى سعودي ما حنا الياتا نشوش ونقلب على البيداء وحوش ونجونه جيوش بالثياب وبالبدال نفتح طناخه من سطر ومهمنا درب الخطر ونشرب من الدم الحمر كل بناجيل الدلال ومعاهدين للسعود. يلا وش هالازعاج هذا اللي في هذا؟ وش هالازعاج؟ يلا كل واحد يسلم على عمه. لا يسلم علي ولا واحد، انا عندي رياض. شيلها بطلع برا، لا يجيك شيء ما يرضيك. امش. طيب يا الغالي، اذا في كف ولا شيء ما له داعي قدام المبزر، ها، عشان الهيبه وكذا. ها، خليها بيننا خليها بيننا. امهاتهم يتراقصون بالعرس ولا نتكفل فيهم. يلا طلعهم عني. ابشر. يلا يلا العديهم. يلا يا ولد، يلا 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 يا ولد، يلا يلا يا ولد، يلا 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 يلا. هي 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 كلكم هي. العب العب. يا اخوي وش ذا التخريب؟ ما تشوفني حازم عيال عمي؟ تفضل والله حييكم. يبغاني اجلده، كيف يتفضلون ذا المبزره مجمعهم هنا؟ ترى انا مشغول مسوي جروب لاولياء الامور. دقيقه برسل ملاحظه صوتيه. يا اخوان يا اخوان، اللي سلم عياله ببيت ابو عامر يستلمهم في الاستراحه، وبرسل لكم الموقع. احر ما عندي ابرد ما عندك، ما قلت لكم الاسبوع اللي راح اني بعزم عيال عمي؟ وبالنسبه للي عنده مشاكل او اقتراحات يرسلها في الجروب، هالجروب هذا خصيصا علشان الاقتراحات. ايه قلت لي وعدي معك بعدين، ها امشوا عيال.
السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بركان. يا اخوي في فوضى هي. سلم في البيت واستلم في الاستراحة. احمد ربك ماسكين بنتك عنك وانت وزوجتك فلينها. بعد امحق والله، عسى البنت ما جاها شيء بعد. لا بسم الله عليها ما فيها الا العافية. شوف يا عامر وانا خالك، انا بتصير عندي عزيمتك في البيت، ودي تمسك البزران تكفى عني. لا يا شيخ اشوفك فليتها. اقول خذ بنتك بس. ها بسم الله الرحمن الرحيم. اقشر مثل ابوك يا اخوي. يا شكش خل ميار تجي. يلا يا شطور الحين بابا. بسم الله. وش عندك يا عبسي؟ جايبنا في اجتماع مسوي زحمة. لحظة. يا شباب ترى بديت اتوتر، وضع في نظاره طبيه واوراق وقلم ازرق. من خلال نظرة استطلاعية على اللي صار أمس طنت في راسي فكرة، وهي عبارة عن عمل حضانة مصغرة في الاستراحة، وذلك استغلال العوامل الاجتماعية التي تحتم على أولياء الأمور البحث عن مأوى لأبنائهم للذهاب إلى الدوام أو حضور المناسبات، منها الزواجات، الجلسات العائلية وغيرها. خلصت؟ إيه؟ من اللي كاتب الجملة دي؟ اللي كتب الحلقة. طويلة يا أخي كيف حفظتها؟ اي والله يا عيال جمله طويله بشكل يا ابوي، في حروف طاحت هنا من طول الجمله. أنت الزبدة تبي نفتح حضانة؟ ايوه والله فكرة جبارة. شلون تجيك الأفكار ذي؟ افرض يوم من الأيام ما جانا زباين، وش نسوي؟ الفكرة هذه ما راحت عن بالي، احنا حنسوي اشتراك شهري لكل طفل مبلغ مقطوع، يعني جات مناسبة ما جات مناسبة، بتجيب ولدك ما بتجيب ولدك مع نفسك، أهم شيء نهاية كل شهر يدخل لنا فلوس. برافو والله برافو عليه. طيب كيف نستقطب شيكون على نستقطب بين قوسين، ها؟ كيف نستقطب العملاء؟ شوف يا عامر، أنا علي إعلانات الواتساب، عندي جروبات الصديقات وجروبات الجارات. كفو يمه. وانا عن نفسي راح اعلن لك على سناب شات وتويتر وانستغرام، عاد تعرف يعني اختك عندها متابعين وكذا، بس بشرط وشو؟ تعطيني نسبة. ابشر بعزز. حركت بدايتك الاخت البطلة. وانا بعطيكم تاريخ ومكان المقابلات عشان تحطونه في الاعلان. اوكي. عظم يا اخي، وزع يا اخي، عندنا اشغال الدنيا يا اخي بسرعه. يا جماعه التزموا الهدوء انتوا عشان نعرف مين اخذ رقم ومين ما اخذ رقم. ليش الحين تعطي رقم 6 وانا رقم 8 وانا جاي قبله؟ ها؟ واضح ان في فساد واسطات بعد. اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة ودي أسجل ولدي عندكم يا أخوي، بس أشوف أسعاركم غالية شوي. الله يطول عمرك، ترى ناخذ على الراس 700 ريال في الشهر، وترانا كاسرين سعر السوق. ودور في الحضانات اللي حولنا، إذا لقيت أرخص من كذا تعال نسجل ولدك ببلاش. شكوى الله. سجل ولد سجل. وش اسم الولد؟ عبد المجيد. الأب؟ صالح. الأم؟ وشو؟ الأم؟ نورة. خذ. راح غرفة الفحص عند الأستاذ شكش، هناك تاخذ القبول النهائي. بدي اسجل ولدي عندكم، الولد جاهز والدراهم موجوده جاهزه. هد وانا اخوك، ايش فيك متحمس؟ هل يعاني ابنك من اي امراض؟ لا سمح الله. لا والله ما فيه الا العافيه، من شيطنته ولقافته صارت فيني انا الامراض. زين انك علمتنا، ما دام ولدك شيطاني اجل ادفع 2000 تامين و1000 ريال بدل خطر. ابد جاهزه، لو تبي 10,000 بس اقبلوه. جبه. روح ثاني. افتح فمك. اسنانك مسوسه تاكل حلاوه ها؟ اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فيكم ابو الثاني؟ واضحه يعني ما يبي لها، هذا الولد وانا ابوه. اما عاد الله، يعني معلش وصدق انه كبير، لكن شوف يا اخي اخلاق وجميل ووديع وعمره 10 سنين بس. ما شاء الله تبارك الله، كل ذا وعمره 10 سنوات. وش تاكلون انتم؟ والله الصدق ترى ما خلى شيء ابد، كل ما شاف الثلاجه قضب اللي فيها وراح. سعلوا ذا. يلا العبوا شوف هذا، شو السيارة هذه؟ من اللي انت معك عروسة؟ مددس، اسمه مسدس. مددس ايه. يلا. تعال حبيبي وين رايح؟ تعال العب. وانت بتروح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافيه، معليش اليوم اخذ الولد بدري. تفضل. تعال خذ المسدس العب بعدين نروح. شوف ما شاء الله يطلقون. شوف يلا هذا اطلق. لا تطلقون علي، اطلقون علي. ايوه الله وش اللي طار؟ العيال كلهم بالخيمه. دور على ولد. تستهبل انت، وانا ما اشوفه معهم. ها؟ وين راح الولد؟ يا شكش تعال. هلا. ولد الرجال وينه؟ مو هنا؟ يلا راح دوره. وانت جالس سكرتي كذا، يلا دوره بسرعه. اسفين يا الحبيب. اي يا عيال لقيته هنا. تعال ايش جابك هنا يا ولد؟ كنت العب غميمه وتخبيت وما حد لقاني. قعدت تعيد ها؟ تكفى الله يرحم والدينك، لا تفضحنا. ام بغيت فلوسك اعطيناك اياها، وام بغيت زود اعطيناك، بس لا تخرب مشروعنا. حنا شباب سعودي ونترزق الله. اوف خلاص، لا تكثر بربرتك وركزوا بشغلكم زين ولا تعيدونها مره ثانيه. ابشر طال عمرك، الله يوفقك، الله يخلي لك ولد. خلاص في امان الله. انت مفصول. ما هو مستحيل ينجح المشروع وانت معنا. بالله عند ابوك لا تفصلني، انا تخصصي العاب ذهنيه مو حركيه. اسكت يا فقي اسكت. لا كويس تتكلم. خلاص يا عامر عليك وجه الله انك تمسحها في خشمي. خلاص بمسحها بخشمك. اتحداك يا افلام البطل. عامر انا جوعان. جوعان؟ ابشر بعزك، ما طلبت شيء. يا شكش خذ هذه 20 ريال، راح تجيب سندوتشات وعصيرات للعيال. ايش تناظر؟ يلا همس. يلا صفوا بالطابور تعال تدخلون الحمام كلكم يلا. وش جايب لهم انت؟ سندوتشات لحم مفروم في قلبك. من وين جبتها؟ من قربان حق البوفيه. مهبول انت مهبول. ما ادري عنك، انت ما ادري الا 20 ريال، جبت لك ارخص حاجه. الموز والكمون يخليكم طيبين. يا عيال على ذا الوضع مشروعنا بيفشل، لازم نركز في الشغل ونكسب سمعة كويسة. المشروع يا عيال قدامي حسب التقارير ناجح ومربح، حرام نخرب على انفسنا. علم نفسك. طيب يا عيال عندي لكم اقتراح، نرسل لاهالي الاطفال رسالة، اللي بيجيب بزارينه يجيب اكلهم معاهم. كفو يا ياسر، هذه الاقتراحات ولا بلاش؟ انا عندي خطه. وش هي؟ كل طفل يجي الحضانه يجيب امه معه. بالله افصل الفقي ذا وخشمك خليه يسري، افصله. وش اساميهم؟ اي صح، محمد وهدى. محمد ما شاء الله زينكم. يلا تعالوا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على رجال انا ودي ادخل الورع هذا في الدرس عندكم. ابشر. العلم يروح ويجي وحنا نسمع كلام، والكلام يروح ويجي. انكم رجاجين تحبون الفلوس ما تحبون الدرس. هذه اشاعات مغرضة لاهداف غير سوية. سوية؟ اسمع علي الملازيم، لو يجي الورع ذا شيء انك تعض الارض. هذا النفداك. انا ولد ابوي. ادخل من الورع على الدرس. ابشر. انتبه علي الملازيم يصير شيء مسخر. انتبه عليه. ابشر. وش اسمك انت؟ يزن. فريق يزن وفريق نايف. ابعد لين 3 وبعدين تشدون. وش تسوون؟ شن. وش تسوون؟ نشن. كفو. 1 2 3. نايف يا عايض. خلاص
خلاص دبرنا انت. انا يوم من اني صغير كنت طحت على راسي وطلع لي صعرور، وامي سوت لي خلطه صعارير وحطيتها وطبت. طب وش تنتظر؟ روح لامك خلها تعطينا خلطه الصعارير علشان نعالج الصعروره. طيب يلا بسرعه. اصبر يا ولد. اي ما توني واصل عنده. السلام عليكم ابو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. نبغى منك طلبات بسيطة. تفضل حبيبي. نبي ايش؟ كركم. موجود. نبي حلبة. موجود. بردقوش؟ في شيء اسمه عندكم بردقوش؟ نعم حبيبي موجود. يا يمه هذا صعرور ترى مو بخلطة انفاس. الله يخليك ترى تحب تمدحني. خلاص عطني بردقوش. موجود. جهز لي هذاك ها؟ ابشر حبيبي جهز لك الحين ولا ما دام الخلطة راح لها أكثر من ساعة الحين ما لها أثر بإذن الله. اجل ما لها اثر ها؟ الحين وش نسوي؟ ها؟ وش نسوي يا ابو الخلطات؟ وش نسوي؟ ها؟ انقلع! رافع كاس العالم. نزله زي ما اتفقنا كفته ها؟ يا مرحبا بو، حي الله ابو عايض. هالبقع ابو كلب اللي في راسك وشنو؟ يا هلا والله ومسهلا. البخور البقع حياك تفضل. الله يبزيك، الله يطيبك من الجنه. يا هلا والله في ابو عايض، خير من جانا. البقع يا مرحب. يا رجال جلي والله انكم وفيتوا وكفيتوا، بس انا جاي باخذ ورعي عايض. عفو عليك يا ابو عايض، هذا ما هو بواجبك، واجبك بعير، لكن درنا دورنا ما لقينا. الله يبيض وجهكم، وجهك تفضل تمعشاك. عساه طبعكم، حنا من ربعكم. سم بالله. بسم الله بس يا رجال جيله. ورعي عايض وينه؟ ورعك عايض مع الاستاذ ياسر، عنده حصة تربية فنية. تربية فنية وش هي؟ رسم. يرسم؟ ايه يرسمون. ايه خلوه يرسم. وانت كل. بسم الله. وانتم ما راكم ما تاكلون؟ كلوا يا عيال. السلام عليكم. عليكم ما ابكى العلم وش عنه؟ هذا النفدغك. ويا ولد ابوي. خلاص ما عاد نكمل هالمشروع. اتصلي على اولياء الامور او ارسلي لهم بالجروبات، قولي لهم عزلنا، قفلنا، كرهنا الشغله. اول شيء بطل صياح وركز معي الحين. مو انت تقول ان المشروع هذا مربح ومدخل عليكم ذهب؟ الا بس جتنا عين، وبعدين البزران ذولي شغلتهم شغله، كل يوم جايتنا مشكله. اقول بلا عين بلا خرابيط. التربيه ومداراة الاطفال هذا علم وفن، مو بس تجاره. يعني انت سلمني المشروع واعطيني راس المال وانا انفذ لك، بس بشرط الارباح النص بالنص. وشلون؟ انا اقول لك شلون. انا اعرف بنات كثير خريجات رياض اطفال وجالسين في البيت، انا اتعاقد معاهم واخليهم يمسكون المشروع وانا اديرهم. ها وش قلت يا الراس المالي؟ تم. بعد ما تقدم لنا ان شاء الله الضمانات اللازمه راح تحصل على دعم مضاعف. وشلون؟ يعني بدل ما انت طالب نصف مليون نعطيك مليون. بعد افتتاحه لفرع رقم 50 عامر علي أصغر رجل أعمال سعودي هو ضيفنا لهذه الليلة. حدثنا أخ عامر عن البدايات التي أصريت فيها على تنفيذ مشروعك. متى كانت الانطلاقة؟ من بعد فلقة أبو عايض. كيف بديتي؟